ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض وصفة الكنافة بحشوة الشاي بلبن. ترند جديد موجود في المحلات. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنا عندي هحتاج لكوباية كبيرة من الشاي، كوباية كبيرة من اللبن، اكني بعمل شاي بلبن بالظبط. هضيف حوالي 3 معالق كبار من السكر وادوبهم على البارد، وبعدين بعد كده هضيف 3 معالق كبار من النشا وبرده هدوب على البارد من غير ما افتح النار عشان خاطر المهلبية ما تكلكعش معايا، يكون النشا داب خالص. هنا عندي كيس فانيليا وعود قرفة. الناس اللي ما بتحبش القرفة ممكن ان هي تستغنى عن الخطوة دي، بس هو بيدي نكهة وريحة بسيطة جدا. طبعا انا ولعت النار لحد ما النشا بقى ابتدى يعمل المفعول بتاعه، والمهلبية بقت ماسكة نفسها زي ما انتوا شايفين. وعندي هنا نص كيلو من الكنافة، فرفتها كده كويس بايدي، وهبتدي بقى ان انا هقسمها لنصين، واضيف سمنة انا مدوباها كويس جدا، وابتدي ان انا اوزعها كويس على كل حتت الكنافة معايا. وبعدين هنا صينية 28 مقاس 28، هبتدي اوزع الكنافة واضغط بايدي كويس جدا عشان خاطر الكنافة تبقى ايه طالعة كده بقى شكلها حلو ومصبوبة. هيكون عندي هنا المهلبية او الحشوة الشاي بلبن بتاعتنا الحلوة دي هتكون بردت. ابتدي ان انا اوزعها في الصينية بتاعتي حلوة كده جدا، وبعدين بعد كده ابتدي احط الطبقة التانية من الكنافة، واكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. هتقعد معايا حوالي نص ساعة، واول ما تخرج اكون طبعا مجهزه الشربات. احنا طبعا كنا عملنا الشربات قبل كده في وصفه كنافه قبل كده، وابتدي ان انا بقى ايه اسيبها كده تتشرب. ولو انا بقى عندي اي نوع من انواع المكسرات، مثلا فستق عين جمل، ازين بيها الوش بتاعها. كل المقادير هتلاقوها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. اتمنى انها تعجبكم، ويا ريت بقى ما تنسوش اللايك، والناس اللي لسه جديده تعمل سبسكرايب وشير، واشوفكم الوصفه الجايه ان شاء الله.